I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is that her? Oh, she's throwing up. Sure. Oh, On her side. Drop the water. What? هاد الصوت اللي سمعتو ديال واحد السيدة اتصلت بالطوارئ كتقول لهم ان بنتها فاقده الوعي، عيات ما تفيقها ما بغاتش، وحداها كاينه قرعه ديال الشراب خاويه ودواء وواحد الرساله. يعني البنت انتحرات. في البلاصه غيجيو وغيلقاوها مازال كتنفس، ومباشره غينقلوها للمستشفى. فاش غتفيق البنت في السبيطار غتلقى قدامها واحد المحقق غيقول لها انت متهمه بجوج ديال الجرائم ديال القتل اللي اعترفتي بهم في الرساله اللي خليتي قبل ما تصفيها لراسك. البنت صدمات، ما عرفاتوش علاش كيهضر. قالت ليه انا ما انتحرتش وما خليت حتى شي رساله. شنو اللي وقع وشنو اللي غادي يوقع هادشي اللي غنعرفوه في قصتنا اليوم. بقوا معايا حتى الاخر. قصتنا اليوم وقعات في 1999 بالضبط في واحد البلدة سميتها ويدسبورت في نيويورك. تما كان عايش واحد السيد سميتو مايكل والزوجة ديالو سميتها ستايسي، وعندهم جوج ديال البنات. البنت الكبيرة سميتها آشلي، كانت في ديك الوقيته عندها 11 عام، والبنيته الصغيرة سميتها بري. هاد العائلة كانوا عايشين بخير، ما خاصهم حتى شي حاجة. الأب كان ميكانيكي كيخدم، والأم كانت كتقابل بناتها. آشلي كانت كتحماق على باها لدرجة أنها شحال من مرة كتبقى تمشي لعندو للخدمة وكتبقى جالسة معاه، ولكن علاقتها بالأم ديالها كانت كتار من علاقتها بالأب ديالها. واخا كان عزيز عليها، ولكن الام ديالها كانت عزيزه عليها اكثر، حيت الام ديالها ما كانتش غير ام، ولكن كانت بحال صاحبتها. كانوا كيجلسوا هي وياها كيتعاودوا بالساعات، كانوا كيتعاودوا اي حاجه. في نوفمبر من نفس العام 1999 آشلي بدات كتلاحظ ان الام ديالها تبدلات، ولات عصبيه وعدوانيه، هضره جوج كتنوض الصداع، وكانت كدابز بزاف مع راجلها. مايكل كان كيدير اللي عليه باش انه يرضيها باش ما يقلقهاش، ولكن هي ولات عصبيه بزاف لدرجه انها ولات كتغوت حتى على بناتها. الجو في الدار ما بقاش زوين كما قبل، الاكثريه غير المشاكل. ستايسي الام ديال آشلي بدات كتفكر في الطلاق، ومشات لواحد صاحبتها قالت ليها انا صافي عييت، انا ومايكل ما بقيناش كنتفاهموا، وليت كنفكر في الطلاق. صاحبتها قالت ليها غنعطيك واحد النمره ديال واحد المحامي، سيري لعندو وصافي دفعي الطلاق. ستايسي قالت ليها عرفتي شنو، غنصبر حتى يدوز راس العام باش البنات يدوزوا العطله على راحتهم ويحتفلوا مع الاب ديالهم بلا ما نطلب دابا الطلاق. فعلا داكشي اللي دارت، رجعات والحياه كملوها عادي. من طبيعه الحال ما تبدل والو. ستايسي بقات بحال هكاك، عصبيه وعدوانيه، وكتسنى غير يفوت راس العام باش تطلب الطلاق. من بعد واحد المده اللي قصيره، مايكل راجلها جاتو واحد المرضى على غفله، بدا كيحس بالدوخه لدرجه انه ولا كيدوز النهار كامل وهو ناعس في الفراش، ما بقاش قادر يمشي لخدمته. قال ليه الطبيب على ان المشكل عندك في الودنين، وهما اللي كيديروا لك داك الدوخه. كيعطيه الدواء وكيرجع، ولكن ما كان حتى شي فرق. الحاله ديالو غير ما كتزيد وكتكفس. في الحفله ديال راس العام كانوا مشاو عند الام ديالو والعائله ديالو باش يحتفلوا معاهم. الاخت ديالو فاش شافته تصدمات، كان منفوخ بزاف. قالت ليه شنو واقع ليك، واش مريض بشي حاجه؟ قال لها لا راه غير كنحس براسي ماشي هو هذاك، وكان ضربني البرد ومشيت للطبيب وقال لي راه عندك مشكل في الودنين، ماشي شي حاجه. المهم دوزوا ديك الحفله ورجعوا بحالهم. مايكل كل نهار الحاله ديالو غير ما كتزيد تكفس. في 2000 بالضبط في 11 يناير آشلي غتجي من المدرسه وغتجي وغتلقى باها ناعس على الكنابي. هو اصلا ديك الوقيته كامله ولا غير ناعس في الدار حيت ديما مريض. لقاتو ناعس، قالت بلا ما نفيقو، مشات شعلت التلفازه وصونت على ماماها، قالت ليها راني وصلت للدار. حيت فاش ما كتكونش ماماها كتوصيها، كتقول لها غير توصلي للدار صوني عليا. شويه خرجات مشات جابت اختها من المدرسه. شويه وهي تسمع الاب ديالها دار واحد الصوت بحال الا جخر، شويه هز يدو حتى الفوق وهو يطلقها. آشلي مشات عنده كتفيقو، كتقول ليه بابا مالك، ولكن ما كانش كيجاوبها. مع داك الخلعه وهي كتفيق في باها، الام ديالها ستايسي دخلات. بقاو كيحاولوا ما امكن انهم يفيقوه، ولكن السيد مغيب. من بعد ستايسي غتصل بالاسعاف وغيجيو باش يديوه للسبيطار، ولكن للاسف غيموت في الطريق. فاش غيوصلوه للسبيطار غيعلنوا انه مات بسكته قلبيه، وغيقولوا ليها ستايسي واش تبغي نديروا ليه التشريح. غتقول لهم ما كاينلاش. حتى العائله ديال مايكل كانت في السبيطار وقالوا ليها من الاحسن نديروا ليه التشريح. قالت لهم شوفوا انا ما كاينلاش نعذب السيد، صافي كتبت عليه ومات بسكته قلبيه، وكون كان هنايا كون ما غيبغيناش نحزنوا ولا نبكيو. قالت لهم خصنا نصبروا وندوزوا ليه المراسم ديالو، حيت هو كون كان هنايا غيبغي يشوفنا فرحانين. بنات مايكل كانوا غيحمقوا على باهم، ما قدروش يستوعبوا ان الاب ديالهم مات.
ستيسي كانت كدير اللي عليها باش انها تعوضهم، كانت كتهلا فيهم، كانت كتخرجهم بزاف، كانت كتحاول دير لهم جو زوين في الدار، كانت كتهلا فيهم باي حاجه غير باش يصبروا وما يبقاوش ديما كيبكيو على باهم. من بعد غيخرج ليها واحد التعويض ديال 55,000 دولار. بهادوك الفلوس غتصلح الدار وغتزيد تهلا فيهم والحياه ديالهم ولات مستقره. واخا الفراق ديال الاب ديالهم كان صعيب بزاف ولكن بداو كيتقبلوا. غدوز غير واحد المده، واحد العام من بعد ما مات الاب ديالهم، وغيلاحظوا ان الام ديالهم ستايسي بدات كتبدل، بدات كتهضر بزاف مع الناس في الانترنت، باغا تخرج، باغا تعرف على الناس. شويه هملاتهم. غدوز غير واحد المده غتعرف على واحد السيد. هاد السيد لاباس عليه، سميتو ديفيد كاستور. هاد السيد كان يلاه طلق المراه ديالو وعنده ولد منها، كان لاباس عليه وكان عايش الحياه ديالو. لقيته اللي طلق قرر انه غير يبقى يسافر، وفي هذيك الوقيته تلاقى بستايسي، عجباتو وعجبها وطوروا العلاقه ديالهم. من طبيعه الحال اشلي واختها بري ما عجبهمش الحال، حيت حسوا بحالي لان الام ديالهم دغيا نسات الاب ديالهم وما بغاوش شي واحد يجي بديك السرعه في بلاصه باهم. ولكن ما كان عندهم ما يديروا، حيت ستايسي وديفيد قرروا انهم يتزوجوا. في 16 غشت 2003 غيتزوجوا، والعرس ديالهم حتى شي واحد ما قالوها ليه، كلشي جاهم على غفله. تخيلوا ان ديفيد ما قالها حتى لولدو اللي من المراه الاولى، ما قالها حتى لشي واحد من عائلته. داروا ديك الحفله غير بيناتهم، وانتقلت ستايسي باش تعيش معاه في الدار ديالو. بطبيعه الحال دات معها بناتها. هو في الاول ما كانش مسوق لدوك البنات، وحتى هما ما كانوش كيحملوه. الجو في الدار ما كانش زوين نهائيا. ستايسي كانت كتعيش السعاده مع ديفيد غير ملي ما كيكونوش بناتها، ولكن فاش كيكونوا البنات الجو كيكون مكهرب، حيت لا هو مسوق ليهم ولا هو دايها فيهم وما عاجبينوش بدوك التصرفات، هما عاوتاني ما كيحملوش وما كيتعاملوش معاه نهائيا مزيان. المهم غتبقى العلاقه بحال هكاك وغدوز مده طويله. شويه بشويه بحال الا اشلي واختها بري العلاقه ديالهم بدات كتقاد بديفيد، خصوصا في الحفل ديال التخرج ديال اشلي. كان فرحان بزاف ليها، حسات بالفرحه ديالو وحسات بحال الا كان هو الاب ديالها. تما بدات كتقرب ليه، وحتى بري بدات كتقرب ليه، ولات بيناتهم واحد العلاقه اللي زوينه بحال الاب مع بناته. غدوز واحد المده وغيموت الاب ديالو وغيحزن عليه بزاف حيت كان عزيز عليه. في ديك الوقيته غيبداو المشاكل بين ديفيد وستايسي، غيوليو ديما الصداع حتى تصلحت العلاقه ما بين بناتها، وديفيد عاد علاقتها به ولات خايبه. في 2005 غتصل ستايسي بالطوارئ وغتقول لهم بان الزوج ديالي دخل البيت وسدوا عليه وما بغاش يحل. غتبقى كتشرح لهم على انها دابزت هي وياه وشرب بزاف وسد الباب. مشات نعسات خلاتو على راحته، ولكن في الصباح فاش بقات كتدق عليه باش يحل الباب ما بغاش. مباشره غيجيو للدار وغيبقاو كيدقوا عليه ولكن والو، وتما غيضطروا انهم يهرسوا الباب. فاش غيدخلوا غيلقاو ديفيد ناعس على كرشو ميت، وعند راسو غيلقاو جوج ديال الكيسان، واحد الكاس كان فيه الشراب وكاس خور كان فيه واحد الماده. هاد الماده كيستعملوها في الطوموبيلات سميتها اونتي فريز. ومورا الناموسيه ديالو كانت واحد القرعه اللي خاويه ديال هاد الماده نيت، يعني اللي فهموا ان ديفيد انتحر بديك الماده. وتما غيبدا التحقيق. من طبيعه الحال غيحققوا مع كل شيء وخصوصا مع ستايسي. ستايسي غتقول لهم بانه من نهار مات الاب ديالو وهو داخل في حاله اكتئاب، وفي هذيك الليله كانت جابت ليه المشروب ودابزو هي وياه على شي حوايج ودخل البيت وسد عليه. ما كانتش عارفه انه غيوصل لديك الحاله. الشرطه من طبيعه الحال غيبداو التحقيق بالتفصيل في كل حاجه، والحاجه اللي دخلت لهم الشك هما انهم فاش قلبوا البيت ديالو لقاو عنده واحد المسدس، وقالوا الا كان باغي ينتحر اسهل طريقه هو انه يستعمل المسدس. علاش غيستعمل هاد الماده اللي غتعذبو قبل ما يموت؟ حاجه اخرى، لقاو في لابوبيل ديال الكوزينه واحد الحاجه اللي من بعد ما داروا ليها التحليلات لقاو فيها شويه من ديك الماده اللي شرب وشويه من الشراب. يعني اللي فهموا ان هذيك الحاجه استعملات باش تاخذ شويه من داك المحلول ويتكب في الشراب. المهم في هاد الاثناء ديال التحقيق، والتحقيق غيطول، ستايسي غتستولي على الممتلكات كاملين ديال ديفيد حيت كتب ليها كل شيء. وهذه كانت صدمه كبيره للعائله ديالو وخصوصا الطليقه ديالو والابن ديالو. الابن ديالو قال واش عمرو الاب ديالي ما بغانيش،
واش لهاد الدرجه كان كيكرهني لدرجه انه ما يخلي لي حتى شي حاجه من الاملاك ديالو. ستايسي من بعد الموت ديال ديفيد بدات كتعيش الحياه ديال الرفاهيه، كانت كتهلا في راسها بزاف وفي بناتها، اي حاجه حلوا عليها فمهم كيلقاوها. ولكن اشلي واختها تاثروا بزاف بالموت ديال ديفيد، حيت بقاو كيقولوا ما يمكنش خسرنا الاب ديالنا، وفاش صلحنا العلاقه ديالنا بديفيد اللي ولا بمثابه الاب ديالنا حتى هو خسرناه. الشرطه من بعد ما غيديروا التشريح للجثه ديال ديفيد غيلقاو على انه ما شربش، في حين ان ستايسي قالت لهم انه شرب، وهنا بداو كيشكوا فيها، ولات هي المشتبه به في الموت ديال ديفيد. ولكن خصهم دلائل كتر وخصهم يتعمقوا في البحث. في 2006 عام من بعد الموت ديال ديفيد غيلقاو واحد الدليل، الكاس اللي كان فيه داك لونتي فريز لقاو فيه البصمات ديال ستايسي، وهنا غيتاكدوا بان ستايسي هي اللي غتكون قتلت ديفيد. ولكن خصهم يزيدوا يقلبوا ويلقاو دلائل كتر، وهنا غيبداو كيقلبوا في السجل ديالها وغيعرفوا عليها بزاف ديال المعلومات، من بينهم انها ديجا كانت مزوجه، يعني هذاك ماشي الزوج ديالها الاول، عاد عرفوا بانها كانت مزوجه بمايكل. فاش بداو كيقلبوا باش يوصلوا للزوج ديالها باش يعرفوا منه معلومات كتر، لقاو على انه توفى. مباشره غيتصلوا بالمستشفى اللي كانوا نقلوه ليه فاش مات، غيسولوهم وغيقولوا لهم واش درتوا التشريح للسيد باش مات. غيقولوا لهم بان الزوجه ديالو ستايسي ما كانتش قبل انه يتدار ليه التشريح، وتما مباشره غيمشيو للقبر ديال مايكل ويجبدوه باش يعرفوا بالضبط باش مات. فاش غيجبدوه غيلقاو على انه مات بنفس الماده اللي مات بها ديفيد، وتما غيتاكدوا بان مايكل وديفيد اكيد ستايسي هي اللي قتلتهم. ومباشره غيتصلوا بستايسي وغيقولوا لها ضروري تجي باش نحققوا معاك. فاش غتوصل غيقول لها واحد المحقق شوفي القضيه طولات وخصها تسد، وباش تسد خصك انتي تجاوبينا على بزاف ديال الاسئله. كانت معصبه ومتوتره وباين انها ما عجبهاش الحال. قال لها شوفي عند الراس ديال ديفيد كانوا جوج ديال الكيسان، واحد فيه ديك الماده والاخر كان فيه الشراب، واش ممكن تذكري اش من كاس في هاد جوج ديال الكيسان اللي خويتي فيه الشراب؟ الكاس اللي كنتي ديتي لديفيد اللي كان كيشرب فيه. قالت لي شوف الكاس اللي خويت فيه لونتي فري، وهي ترجع قالت لي الشراب. السيده بقوه الخلعه تلفات، وهنا بدا كيشك. السيده بلا ما تشعر قالت خويت لونتي فري. في هذيك الوقيته تعصبات وقالت لهم كتخربقوا عليا في الهضره وبغيتوا تجبدوا مني الهضره وتلفتوني كاع شنو كنت باغا نقول. صافي انا هاد التحقيق ما غاديش نكملو وعيقتوا عليا وباغيين بزز تلصقوا فيا التهمه ديال القتل ديال الزوج ديالي. انا صافي غنمشي بحالي. خلوها على راحتها وقالوا ليها صافي ما يكون غير خاطرك الله يعاونك. وهنا دازوا لمرحله واحده اخرى، وهي انهم يوليو يتصنتوا على المكالمات ديالها. من بعد غير مده قصيره من بعد داك التحقيق غيسمعوها انها اتصلت بالطوارئ كتقول لهم عافاكم اعتقوني، راني دخلت عند بنتي ولقيتها فاقده الوعي، ولقيت عند راسها واحد القرعه ديال الشراب وواحد الدواء مليوح في الارض ورساله، وكانت كتبكي. غيقولوا ليها غير تكالماي حنا جايين دابا. فاش غيوصلوا لتما غيلقاو البنت بانها فاقده الوعي، غيلقاو فعلا عند راسها واحد القرعه ديال الشراب والدواء ورساله. مباشره غينقلوها للسبيطار. الطبيب غيقول لهم كون زادت غير 10 ديال الدقائق غتموت، ولكن لحسن الحظ قدروا انهم يعتقوها. فاش فاقت بنتها اشلي غتلقى قدامها واحد المحقق غيقول ليها اشلي انت متهمه بجوج ديال الجرائم ديال القتل. بقات البنت مصدومه كتقول ليه اش من جرائم، انا اصلا اشنو كندير هنايا، حيت البنت ما عرفتش شنو وقع ليها. قال ليها انت لقيناك درتي محاوله انتحار، وعند راسك لقينا واحد الرساله اللي كتعترفي فيها بالتفصيل على جوج ديال الجرائم ديال القتل اللي درتي. البنت بقات مصدومه ما عرفاتوش علاش كيهضر، وتما غتعاود ليه بالضبط شنو وقع. اللي وقع ان من بعد ما كانوا خرجوا الجثه ديال مايكل باش يعرفوا باش مات، كانوا قالوها لستايسي. وماشي غير هادشي، مشاو للمدرسه اللي كتقرا فيها اشلي وقالوا لها شوفي راه خرجنا الجثه ديال الاب ديالك مايكل ولقينا على ان نفس الماده اللي مات بها ديفيد، وراه حنا كنشكوا في الام ديالك. اشلي اتصلت من المدرسه بالام ديالها وقالت لها شوفي راه جاو عندي الشرطه للمدرسه وهاشنو قالوا لي. قالت لها كيفاش يتجرؤوا ويجيو عندك حتى للمدرسه، هادو راهم عيقوا علينا وباغيين يلصقوا فيا التهمه بزز، انا ما درت حتى شي حاجه. اشلي من طبيعه الحال غتجي مع الام ديالها. كيفاش غتشك بان الام ديالها ممكن دير هاد الجرائم؟ شنو غدير ستايسي؟ هذاك النهار اللي غتجي من المدرسه
اشلي غتقول ليها عيينا بهذا الضغط والمشاكل، علاش لي ما نسكروش انا وياك هاد الليله. اشلي عجبها الحال، قالت واو غنشربوا انا وماما. وفعلا غتشرب اشلي لدرجه انها داخت، حسات براسها انها صافي مبقاش قادره تزيد ومشات لبيتها نعسات. الغد ليه غتفيق دايخه وراسها كيضرها بزاف وغتمشي للمدرسه. وعاود تاني فاش غترجع غتقول ليها الام ديالها عرفتي شنو اليوم غنسكرو كتار من البارح. عاود تاني غتشرب معاها اشلي، وهاد المره غتعطيها واحد الشراب اللي قاصح. بنتها غتقول ليها ما قدرتش عليه، كون غير خلطيه ليا مع شي حاجه. فعلا ستايسي غتمشي غتزيد ليها تما شي حاجه، وتما البنت غتدخل لبيتها وما غتقدرش تفيق. غتجي اختها الصغيره بري وغتقول لها الام ديالها علاش نعست اليوم بكري اشلي. غتقول لها غير خليها تنعس ترتاح. المهم مشاو نعسوا حتى الغد ليه في الصباح وغتفيق بري. غتسمع اختها كتشخر ومباشره غتدخل عندها وتبقى كتفيقها، ولكن اشلي ما بغاتش تفيق. بري بقات كتبكي وكتقول لها لماماها عافاك عيطي دابا للاسعاف، اختي وقعت ليها شي حاجه. وتما فين اتصلت ستايسي بالطوارئ، وهذيك هي المكالمه اللي سجلوا الشرطه. الرساله اللي كانت محطوطه عند الراس ديال اشلي مكتوب فيها بالتفصيل كيفاش مات ديفيد ومايكل، واللي مكتوب تما ان اشلي كتقول لماماها سمحي لي بزاف حيت درت هاد الجرائم، انا درتهم على قبلك حيت ما كنتش مرتاحه وانا كنشوفك معذبه، ما كنتيش فرحانه لا في زواجك الاول ولا في زواجك الثاني، وانا درت هاد الشيء على قبلك. كون ما فقتش اشلي وعودت بالضبط للشرطه شنو وقع، كون كانت هي المتهمه بالقتل ديال مايكل وديفيد. في الحقيقه ان ستايسي دارت هاد الشيء كامل باش تغطي على الجرائم ديالها. ستايسي قتلت راجلها مايكل وقتلت ديفيد، والكارثه انها بغات تلصق هاد الجرائم في بنتها اللي كانت كتثق فيها، بنتها اللي كانت كتحماق عليها، بنتها اللي كانت بحال صاحبتها ما عقلاتش عليها. من بعد هاد الشيء مباشره الشرطه غتلقي القبض على ستايسي، وفي هاد الوقيته اللي غيشدوها غيكملوا في البحث. اللي غيكتشفوا هو ان الوقيته اللي تكتبات فيها ديك الرساله ديال الاعتراف اللي المفروض ان اشلي هي اللي كتباتها كتعترف بدوك الجرائم، تكتبات في الوقيته اللي كانت هي في المدرسه، ولقاو بالضبط الوقت معاش تكتبات في الكمبيوتر ديال ستايسي. حاجه اخرى كيفاش ان اشلي تقتل الاب ديالها بديك الطريقه في الوقيته اللي مات كانت عندها يلا 11 عام، ما يمكنش. هذيك الرساله ما كان قادر يكتبها بداك التفصيل غير اللي فعلا دار دوك الجرائم، واللي هي ستايسي غرقات راسها براسها. في يناير من عام 2009 غتبدا المحاكمه ديال ستايسي. اشلي غتوقف بكل شجاعه قدام الام ديالها وغتعاود كل شيء بالتفصيل. الام ديالها من طبيعه الحال ما بغاتش تعترف وكتقول لهم على انها ما دارش دوك الجرائم، رغم ان الدلائل كلها كانت ضدها. حيت كاين دليل واحد اخر، ان صاحبتها اعترفت على ان ستايسي زورت الوصيه ديال ديفيد، ما خلى ليهاش كل شيء، وانما هي اللي زورت الوصيه واستولت على كل شيء. الابن ديال ديفيد اخيرا فرح حيت قال الاب ديالي كان كيبغيني. المدعي العام اللي كان كيهضر مع ستايسي كيقول ليها واش انتي عارفه الحجم ديال الجرائم اللي درتي، وماشي غير هذا الشيء بغيتي تلصقي كل شيء للابنه ديالك. بقى كيغوت عليها بالجهد في المحكمه وهي ثابته ما تعصبات، ما دارت حتى شي رده فعل، بالعكس السيده تايقه في راسها على انها ما دارت والو. من بعد 4 ايام من ديك المحاكمه غيصدر الحكم النهائي اللي هو الحكم عليها ب54 سنه ديال الحبس. اشلي واختها بري كانوا فرحانين بزاف بالحكم وقالوا اخيرا بان الحق، حيت اشلي كانت خايفه على راسها. تصدموا بزاف حيت ما توقعوش نهائيا ان الام ديالهم تكون بهذا الشر. راه ما كتدخلش للعقل ان الام دير هذا الشيء في بناتها، ماشي غير قتلت الزوج ديالها الاول والثاني، وانما كانت غتقتل بنتها. كون ما حصلوهاش كان ممكن تزيد تقتل ناس وحدين اخرين. ستايسي كتعتبر من اخطر القتله المتسلسلين في امريكا. من بعد هادشي كامل اشلي واختها غيكملوا حياتهم عادي، غيكملوا قرايتهم وغيخدموا وغيعيشوا حياه اللي بخير بعيد جدا على الام ديالهم. الام ديالهم مسحوها من حياتهم بحيله ما عمرها كانت. والمدعي العام اللي قلت لكم تعصب على ستايسي في المحاكمه سميتو ويليام، كانوا بقاو فيه بزاف البنات، وكان قال ليها لاشلي نهار فاش تزوجي عيطي لي انا اللي غنقدمك للزوج ديالك، اعتبريني بحال الاب ديالك.
تخيلوا من بعد الشرطه شكوا انه ممكن ستايسي تكون قتلات حتى الاب ديالها في 2002. في 2016 ستايسي غتموت في الحبس بسكته قلبيه. هاد القصه الا كنا غنتعلموا منها شي حاجه هي الصبر ديال اشلي واختها، حيت داكشي اللي وقع ليهم ما يمكنش شي واحد يتقبلو. الوالدين بوحدهم هما اللي كنعتبروا انهم ما عمرهم يأذيونا، الوالدين هما الوحيدين اللي كيبغيونا يشوفونا حسن منهم. تخيلوا ان الام ديالهم دير فيهم هاد الشيء، راه ما كيتقبلهاش العقل. واخا هكاك قدروا انهم يصبروا، انهم يتجاوزوا ويكملوا حياتهم عادي ويعيشوا بخير. حاجه اخرى، الا جينا نقولوا ان الثقه ما نديروها حتى في شي واحد، راه ما يمكنش الثقه ما ديرهاش في والديك. اللي نفهموه هو ان الحياه ما عارفين شنو كتخبي لينا، الواحد كيسلم الامور ديالو الله ولكن ما عارف شنو غيوقع. حتى شي واحد ما غيتوقع ان شي واحد من والديه يأذيه بهذه الطريقه. وهكا كنكون وصلنا لنهايه القصه ديال اليوم. نتلاقاو في قصه واحده اخرى، ما تنساوش تعبروا ليا كيما بغيتوا في التعاليق. تهلاو ليا فراسكم، الى اللقاء.